خفيفة في الحقن. اسكت يا ولا، ده جدك الله يرحمه جه خد حقنة هنا مفيش، روح على طول مات. ستك الله حصل لها ايه يا ماما ستي دي قبل ما تموت؟ ده ايه الفعل الوحش ده؟ عملت عملية و4 ايام وحصلت جدا وجايباني هنا يا ماما عشان احصلهم هما كمان، صح؟ لا يا حبيبي، بقت كل حاجة اتطورت، اجيال بتسلم اجيال. طيب يلا يا ماما. السلام عليكم يا دكتور، انا كنت عايزة ادي ابني حقن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين ابنك ده؟ هناك اهو يا دكتور، هو اللي واقف ده. الشحت اللي هناك ده؟ هو بعينه. طيب تعالى يا ابني هنا وورينا التوتة. ووريك التوتة ليه يعني وانت هتشتريها؟ يلا يا واد ما تضيعش وقت الدكتور. ما هو لازم انا اشوفها التوتة دي، انا متخصص فيها ولا مش متخصص فيها؟ لا وحضرتك دكتور توتة؟ مش قلتلك دي مش تخصصي. التوتة دي عند الدكتور شعبولة هناك. طيب يا اخويا شكرا. يلا يا حبيبي نروح. ماما انا اول مرة اشوف ان التوتة ليها تخصصات. السلام عليكم، الدكتور شعبولة؟ انا هو بعيني. طب يا اخويا انا كنت عايزة ادي حقنة لابني. والنبي يا دكتور بالراحة، انا بتعب من العوان قوي يا دكتور. لا ما تخافش، انا مش ايدي تقيلة، انا كل اللي بيجي ياخد عندي حقن بيقول انا كأني ما خدتش حقن. روح يا شيخ الله يبارك لك، طمنتني. يا ماما، شفت الراجل ابن الولة اللي قال ايدي خفيفة ومش ايدي خفيفة؟ طلعت ايده تقيلة جدا. معلش يا حماقس يا حبيبي، انت لازم تاخد الحقنة دي عشان تخف وتبقى حلو وترجع تروح المدرسة تاني وتشوف صحابك. يا ماما بس ستي تعبانة اوي يا ماما. يا ماما تعبانة. بطل عيب بقى يا حموكس، زمايلك جايين يزوروك من المدرسة، لازم يعني تعمل الشغل بتاعك ده. يا ماما الدكتور اللي ربنا ينتقم منه ابن الوالد مروان لي القطة بتاعتي. معلش يا حموكس، انت لازم كنت تاخد الحقنة دي عشان تخف وترجع تروح المدرسة وترجع حموكس لقرفنا على طول. طب زمايلك جم. ازيك يا حموكشة؟ ألف سلامة عليك. احنا سمعنا عنك يا حموكشة اللي انت كنت بتعيط من الحقن. بس يلا انا راجل ما بعيطش، واللي بيعيطوا العيال السيسي اللي زيك يلا. طيب بقى انا هسيبكم قاعدين مع بعض شوية. مالك يا حموكشة؟ يلا فوق كده، وعايزينك تبقى كويس عشان ترجع المدرسة ونلعب مع بعض.